شاء الله عملنا كل الكلام اللي المدرب قال لنا عليه. بس اللعيبه الكبيره اللي زي رونالدو او الناس اللي في الملعب بتبقى محتاجين هي فرصه واحده، ممكن طول الماتش يبقوا وحشين بس هو بيبقى محتاج واحده بس يخلص بيها الماتش، وده اللي حصل. لحظه ما ركزناش فيها قدر رونالدو يجيب الجون فخلص الماتش. الزمالك استحوذ كابتن، خلق فرص كثيره في هذه المواجهه خاصه في الشوط الاول. يعني حضور اكثر من رائع، على الرغم مثل الناس يقولون القيمه السوقيه ما بين النادي الزمالك ونادي النصر، الا ان الزمالك لاعب مباراه كبيره. طبعا الثقه التسويقيه اكبر مننا، بس احنا الزمالك اسم كبير واحنا بنلعب بتاريخنا النهارده وجماهيرنا. فالزمالك في اي وقت زي ما قلت قبل كده تاريخ كبير طبعا، فاحنا لما بنلعب مع التاريخ ده كله فاكيد النهارده لازم بنلعب بالارث اللي الناس اللي قبلنا عملوه. فده اللي كان موجود النهارده في الملعب. فانا بشكر لعيبتي وبشكر الجهاز الفني وبقول لهم البطوله دي نبني عليها للسنه الجايه ان شاء الله، ونبقى نظهر بصوره كويسه ان شاء الله السنه. تبادل التيشيرتات كابتن مع رونالدو اكيد يعكس الروح الرياضيه العاليه. طبعا هي احنا النهارده الماتش عدى مفيش مشاكل خالص، روح رياضيه عاليه والماتش خلص تعادل، والحمد لله احنا عملنا كل حاجه النهارده في الكوره، بس التوفيق ما كانش معانا في اخر 5 دقائق او 10 دقائق. فبنحمد ربنا واللي جاي احسن ان شاء الله. شكرا.